القطاع العقاري من القطاعات المهمة جدا والمؤثرة في اقتصاد أي دولة. وبما إن مصر من الدول اللي بتهتم جدا بتنمية المدن العمرانية الجديدة، فهتلاقي في الآونة الأخيرة ظهرت مشاكل، سواء مشاكل سلبية أو خطوات إيجابية حصلت في القطاع العقاري. وبما إن أي قطاع ليه إيجابيات وليه سلبيات، أيضا في أعداء للقطاع العقاري. أنا عايز أكلم كل المستثمرين اللي بيستثمروا في مصر، سواء في مدن القاهرة الكبرى أو القاهرة الجديدة أو الشيخ زايد أو أكتوبر أو الساحل الشمالي أو المنصورة أو العلمين. هقول لكم على كذا حاجة مهمة جدا لا تندرجوا وراها، لأن هي نابعة من ناس ما بتحبش البلد دي من وجهة نظري، أو ناس ضد الاستثمار والازدهار بشكل عام. النقطة الأولى، أنا هقسم لكم الموضوع لأربع بنود مهمين جدا لأعداء القطاع العقاري. رقم واحد، الأخبار الكاذبة، زي الخبر اللي حصل امبارح برضو، وطلع ان الدولة او المحكمة اصدرت قرار ان كل المطورين ليهم حق انه اللي باعوا في سنة 2020 او 2019 و 2021 او 2022 ان هم يزودوا الاسعار، وبالفعل تم نفي هذا الخبر وتكذيب هذا الخبر. الخبر ده عمل بلبلة، وهو الغرض منه عمل بلبلة عشان يحصل زي نوع من التكذيب او التشويه لصورة الدولة، وان المطورين في مصر او المستثمرين او وجهة الاستثمار في مصر تبقى ضعيفة، ودايما ما تبقاش مقصد للناس اللي بتحب تحط فلوسها في مصر. وبالفعل من محكمة النقد تم تكذيب هذا الخبر. فأرجو من حضراتكم تحروا الدقة من مصادر موثوقة قبل ما يتم نشر او الاندراج ورا الخبر ده رقم واحد. اتنين، لازم تبقى حضراتكم عارفين برضو ان في جروب معين بدون ذكر اسماء قاعد شغال على اي شيء خاص بالتنمية والعمران، اي مشاريع خاصة بالدولة او اي مشاريع، يعني هو مشروع العاصمة الادارية الجديدة يخص المستثمرين فقط او صاحب الارض فقط، لا، ده مشروع امن قومي ومراكز حساسة موجودة في العاصمة. فدايما المدن العمرانية الجديدة اللي اتقالت من قبل الوزارة، ال40 مدينة اللي بتتبني في مصر اللي هم يسموا المدن الذكية او المدن العمرانية الجديدة او المدن الاستدامة الجديدة، كل دي بيتم التشويه فيها او التشويه ليها بشكل مستمر عشان تقول ان الدولة المصرية غير قادرة على التنمية والعمران، او يبقى في تشكيك دايما في إدارة الدولة دي. فحضراتكم حطوا في بالكم ان دايما على مدار السنين اللي فاتت والسنين اللي جاية دايما في تشكيك. ابتدت العاصمة الإدارية الجديدة من 2016 كان في تشكيك، وبعد كده ابتدوا يهاجموا العاصمة الإدارية الجديدة لغاية ما دلوقتي بقت العاصمة الإدارية الجديدة على أرض الواقع هي موجودة وبنت وفيها مشاكل بسيطة بس بتتحل، يعني هي بقت أمر واقع. ولو بتعملوا دراسات عن المدن العمرانية الجديدة اللي ابتدت حوالين العالم، مش هتلاقوا بلاد في 4 سنين أو 5 سنين قدرت توصل لحجم مرافق وإنشاءات زي اللي موجود في العاصمة الإدارية الجديدة. دي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، الجزء الخاص بتضارب أسعار المتر. زي ما في أعداء خارجيين أكيد في أعداء داخليين. أسعار المتر أنت برضو لازم تبقى عارف الحد الأدنى بالاسعار اللي موجوده في السوق. فهتلاقي مطور بيبني سعر المتر اللي هو شامل، اللي هو سعر المتر البنائي، او بيتقال عليه سعر المتر الانشائي وسعر المتر البيع. سعر متر البيع لازم يشمل حاجات كتيره جدا اللي هي تخلي المطور يطلع مشروع ويبنيه ويصرف عليه ويصرف على التسويق بتاعه والماركتينج، وفي الاخر يطلع لك برودكت ويقدر يصرف على البرودكت ده بعد ما يسلمه. فهتلاقي مشروع في منطقة واحدة، مشروع سكني، هنا بيبيع سعر المتر مثلا ب15,000 وهنا بيبيعه ب25,000. لازم حضرتك تبقى عارف وتتواصل مع استشاري او تتواصل مع بروكر يقول لك ان ما تفرحش ان سعر المتر قليل. اهم حاجة انك تاخد في مشروع تقدر تكسب منه، تقدر تعمل له ريسيل، تقدر بعد كده تشغله بدون ما يبقى فيه مشاكل في المستقبل. فدي نقطة مهمة جدا. فطبعا لازم الاستشاري اللي انت بتتواصل معاه يبقى عنده اخبار السوق ماشية ازاي، عشان ما تاخدش في مشروع تلاقي المشروع ده بعد كده لو كواليتي، لو ماتيريال، هتلاقي المشروع ده مش شغال بشكل كويس جدا، هتلاقي مشاكل في المينتنس، هتلاقي مشاكل في الفاسيلتي مانجمنت بعد كده. فالحاجات دي برضو مهمة.
هم بيعملوا كده في مقابل ان هم يكسبوا اكتر او يطلعوا حاجه يكسبوا اقل ويبيعوا اسرع ويطلعوا حاجه بجوده قليله. بعد كده برضو في مشكله في الاعلانات الوهميه، لا تندرج ورا الاعلانات الوهميه اللي بتقول لك قسط على 10 سنين، قسط على 15 سنه، بسعر متر اقل حاجه موجوده في السوق، ارخص وحده موجوده في السوق. برضو تحروا الدقه، لان دي من المشاكل اللي بتظهر، وبتلاقي ان العملاء راحت اشترت في حاجه بيلاقوا بعد كده مشاكل بتحصل قدام في المستقبل. برضو تاخر الانشاءات للعملاء موجود في حدود زي ما ذكرت. دلوقتي وصلوا ل 12 مشروع في العاصمه الاداريه الجديده فيهم بعض التاخير. بيتم معالجه المشاكل دي وبيتم حل المشاكل دي، وما تنسوش ان في رقابه مشدده جدا من الدوله على المدن العمرانيه الجديده، مش بس العاصمه الاداريه الجديده، عشان تبني وتسلم، واللي مش هيسلم في بلان بي وبلان سي، واللي مش هيسلم في حد هيدخل ويسلم. فاعرف ان في مصر في مؤسسه قويه جدا، مؤسسه القضاء العالي بتجيب حقوق حضرتك. 2 في سرعه في اتخاذ القرار. 3 انت بتشتري من مصدر موثوق منه بعد صدور الاوراق القانونيه اللي بتشمل من اول اختار التخصيص لغايه القرار الوزاري او رخصه الانشاءات. 4 مؤسسه الجيش او مؤسسه او الدوله بشكل عام مؤسسه قويه ليها نفوذ في الارض، وتقدر حضرتك تروح تسال على اي مطور في شركه العاصمه اذا كان ورقه سليم او لا. فحضراتكم استثماراتكم محفوظه، موجوده في مكان مؤمن. التحويلات المصريين سواء من الخارج او الداخل، بالاضافه الى ان البنوك المصريه بنوك تقدر تحط فيها فلوسك وانت مطمن، وتقدر تحول فيها او تستثمر فيها في القطاع العقاري بدون اي مشاكل. ولو في اي استفسارات عن الاستثمار في التجمع الخامس او العاصمه في القطاع الاداري او التجاري او الطبي او السكني وفي الساحل الشمالي كمان، تقدروا تكلموني عن الارقام اللي ظاهره قصاد حضراتكم. شكرا.